اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل صينيه جلاش بلحمه مفرومه ومقلوبه بالفراخ، ونعمل طاجنين فريك بالبشاميل، واللحمه المفرومه برضو هيعجبكم ان شاء الله، وكل اللي يدوق عندي يعجبه قوي. وهوريكم بقى تريكات في الفريك، وهوريكم ان شاء الله كده ايه طريقه للمقلوبه. يعني هي ليها كذا طريقه، طبعا بتاعة الأردن غير بتاعة السعودية، غير المقلوبة اللي انت يعني لو هتحطيها قدام ضيوف. بتغرفي الرز لوحده في صينية كده مدورة. الأول بترصي البتنجان وتحطي الرز مستوي لوحده، البتنجان بتقليه لوحده وترصيه، والرز بتسويه لوحده وترصيه. دي طريقة اللي هي بقى ايه، اللي هي مش بتعرف تطبق حلة المقلوبة على بعضيها. انا هوريكي بقى برضو طريقة تانية، عشان هتلاقي عندك في القناة طريقة للمقلوبة برضو غير الطريقة دي. فانا هوريكي النهاردة الطريقة اللي انا هعملها النهاردة. انا حطيت صينية كده على البوتاجاز فيها شوية زيت، وهحط فيها عود قرفة، وشوية فلفل اسمر، ومعلقة سكر صغيرة عشان تحمر الفراخ بسرعة، وشوية ملح صغيرة. انا سايبة كده الناحية التانية هناك كده بشرت 6 بصلات. دي اللي انا بقلب فيها دي بصلتين مبشورين وشوية زيت للفريك. كده انا بحط عود القرفة اهوت للصينية اللي هحمر فيها الفراخ نية مش مستوية، وشوية فلفل اسمر، ورشة ملح وسكر. وانزل بقى بعد ما يتقدح الزيت قوي، اروح منزله الفراخ النية ديت بعد ما شطفتها كويس، تاخد لون بقى حلو كده. والطاسة اللي هناك دي برضو فيها 4 بصلات مبشورين بشوية سمنة وزيت، عشان اعمل العصاج بتاع اللحمة المفرومة للجلاش ولل والطواجن الفريك باللحمة المفرومة والبشاميل. كده بقى البصلاية بس تتقلب كده شوية. الستانلس معلش بيسخن بسرعة، لو ما كنتيش تقلبي في الستانلس ده الحاجة تتحرق منك. فرحت مهدية النار بقى كده علشان نتأكد ان الحلة ما تلسعش مني يعني، والبصلة ما تتحرق من الجنب. فبفضل بقى كده ايد هنا وايد هنا. البصلة بتاعة العصاج بحط لها معلقة سكر كبيرة، او الغطا الاخضر ده اللي انت شايفاه في ايدي، تعرفي ان حطيت معلقة سكر في العصاج بتاع في البصلة بتاعة العصاج بتاعة اللحمة المفرومة اللي هناك دي، واللي هي جنب صينية الفراخ دي البصلة برضو المبشورة بتاعة الفريك، حطيت برضو معلقة سكر كبيرة. وفي هنا تركاية بقى للفريك، اوعي الفريك تزوديه ملح كتير، يعني قللي الملح شوية في الفريك بالذات، عشان يبقى طعمه كده مش هو بطبعه الفريك حنط، فما تزوديش فيه الملح عشان بيدي طعم وحش. بفضل انا كده ورا الفراخ بقى لغاية ما ايه اديها اللون الحلو. ويعتبر ان المرة دي عاملاها بالفراخ النية، يعني انا بسويها اهي في الصينية دي 3/4 سوا. الطريقة التانية اللي عندي على القناة في الفيديوهات القديمة كنت سلقة الفراخ، دي برضو طريقة تانية.
هقلبها بس تقليبتين كده. وزي ما قلتلك كده اوعي والملح الكتير في الفريك. كده انا برش برضو على الفراخ من فوق شوية فلفل اسود وشوية ملح. اقعد بقى اقلب في قلب الجزر، في قلب البصل كده، وايد برضو في قلب الفراخ عشان ما تتلسعش مني. انا عايزة اديها لون حلو. الواحد والله بيبقى في حيرة كل يوم يعمل اكل ايه، بس يعني الحمد لله الواحد بيحاول يغير وينوع في الاكل كل يوم. ده فريك انا منقيه كويس ونخلاه في المصفى، وشايله منه، بيبقى فيه زلط، بيبقى فيه طوب. تغسليه كويس وتنقعيه بس نص ساعة، وبعد كده تصفيه من المية بتاعته في مصفى، وبعد كده بتحطيه بقى على البصلة بتاعتك. طاجن الفريك ده بصراحة لو جربتيه مش يعني يعني هتستسهليه. بيبقى اسهل واطعم كمان من المكرونة البشاميل. كده انا بحط بقى القرفة الناعمة، شوية فلفل اسود، شوية حبهان بودرة، وشوية الملح. انا ما حطيتش ملح كتير. وفي البصلة وانا بحمرها حطيت معلقة سكر كبيرة. انزل بقى بالمية. عندك شوربة بس تعملي حساب الملح، ما تحطيش ملح كتير مادام لو انت هتسقيها بشوربة. وتسقيها ما تسقيش يعني ايه، يا دوبك تغطي الفريك. كده خلصنا من الفريك والفراخ اهي هتتحمر، تاخد 3/4 سوا على النار. اهم حاجة تديها لون. غيري كده ونوعي، مش كل حاجة صينية البشاميل، شوية الطبيخ، شوية كده وشوية كده يعني. اي نعم الحاجة غالية بس يعني بتحاولي توفقي. يعني انا الاكل اللي انا عملتها دي كلها النهاردة ما روحتش اشتريت الحاجة دي النهاردة. بيبقى في كيس لحمة مفرومة في الفريزر، بيبقى عندي الجلاش في الفريزر. برضو الحاجات دي ببقى جايباها على مراحل، مش بجيبها مرة واحدة. الواحد بقى لو صحي من النوم الصبح بيقوم يقلب في الفريزر في التلاجة، بيشوف ايه اللي عنده، وبتقرري انت بقى اذا كنت هتعملي حاجة سريعة او هتعملي حاجة انت هتقفي بقى وتطبخيها بمزاج كده. لا انا هاكل عيالي حاجة حلوة النهاردة ياكلوها ويستطعموها كده، غير الطبيخ وغير الكشري والحاجات دي. فيعني الحياة غالية، مش ضروري قوي ان احنا نصرف قوي و... وان احنا نمسك ايدينا قوي يعني. يعني انت ممكن تعملي المقلوبة بس، ما تعمليش الجلاش ولا تعملي طواجن الفريك. ممكن الجلاش ده انت في يوم بتمشيه جنب اي حاجة تاني، شوية بطاطس محمرة، نص كيلو بانيه وخلاص، وطبق سلطة. ممكن الفريك اللي هو برضو باللحمة المفرومة دوت، طبق سلطة وحبة بطاطس يمشي. المقلوبة دي تتعمل لوحديها في يوم. بس انا بحاول يعني ايه، احنا بسم الله ما شاء الله عددنا كبير، مش كبير قوي يعني، بس يعني كل واحد بيبقى له منابه وكل واحد بيبقى له طبقه قدامه،
وحتة البروتين دي ضرورية لينا، يعني مش يعني عيالي لو غابوا 3 4 أيام كده وما كلوش أي حاجة فيها بروتين حتى ولو كان بيض، يقول لك لا احنا بقالنا كتير ما كلناش. فانت بقى انت بتشوفي ايه اللي في التلاجة، انت بتعملي حساب ميزانيتك مصروفك وبتمشي على قدها. فانا بقولك مش ضروري يعني ان انت تعملي ال3 اكلات دول مع بعض. كده انا بنزل بقى اللحمة المفرومة، وده نص كيلو، نص كيلو على ال4 بصلات مبشورين. تقلبي فيها بقى كده اهوت، وتعرفي ازاي ان هي خلاص اللحمة المفرومة دي استوت. بتلاقي السمنة والزيت بتوعك بيبقوا عازلين عن اللحمة. تيجي بقى تحط لها، انا حطيت لها زي ما انا قلت لكم الاول على البصلة معلقة سكر كبيرة. وما تقلقيش قوي من معلقة السكر دي. وبحط شوية قرفة، وبرضو حبهان بودر، ورق لوري بودر، مع شوية الملح. وخلاص على كده. الفراخ هناك اهي ابتدت تاخد لون، وانا ساقية الفريك اهو الناحية التانية. كده يعتبر ايه، خلصنا 3/4 المسافة. يشتغل بقى العصاق كده ويستوي، ونخش في ايه، في طواجن الفريك وصينية البشاميل. ونطبق بقى الحلة بتاعت المقلوبة. المقلوبة يعني عايزة اقولك ان انتي لو مش قلقانة منها ان هي تطلع ما تلزقش منك، وانتي بتقلبيها تروح مهدولة كلها كده في الصينية. اولا عايزاها تبقى تتقلب معاكي صح، بتسيبيها تهدى، يعني نص ساعة بعد ما تستوي كده هو تسيبيها تهدى، وبعد كده تبتدي تقلبيها. احنا طبعا ما بنصبرش، احنا بنروح ايه، بنطفي على الاكل وبنروح ايه، قلبينها في الصينية على طول وايه واكلينها. ما احنا عندنا يعني الشكل مش قوي يعني. انما لو ضيوف لا هظبطها وهقول لكم على طريقة بقى لو هتحطها قدام الضيوف. كده انا بقى نشلت الفراخ بعد ما خدت اللون، رحت قالية مزودت شوية زيت صغيرة، قليت البطاطس، مقطعة بطاطس طرنشات كده، وبتنجانية برضو مكان الفراخ. رحت حاطة البطاطس ورحت حاطة البتنجان. وده البشاميل بقى اللي انا هعمله لطواجن الفريك. زودت بس شوية زيت. هقولك على طريقة برضو للمقلوبة. لو انت عايزة تقدميها قدام ضيوف، بتبقى صينية زي اللي قدامك دي. خلاص انت سويتي الرز الاصفر لوحده. لو انت مش اقول لك ايه، مش عايزه تمشي بالخطوات دي كلها، بتسوي الرز لوحده، وبتقلي البتنجان والبطاطس، وبتكوني سلقه الفراخ ومحمراها لوحدها. بتعملي ايه بقى لو انت عايزاها تقدميها قدام ضيوف حلو؟ ترصي الفراخ تحت، او بترصي البتنجان الاول في الصينيه، وبترصي في النص البطاطس، وعليها الرز المستوي، وتروحي دكه كده بايدك في قلب الصينيه. شايفه قطر الصينيه قد ايه، علوها كده. هتروحي بقى مبططاها كده في قلب الصينيه، وتروحي قلبها. هيطلع من على الوش البطاطس والبتنجان، وتروحي انت الفراخ المسلوقه اللي انت عاملاها، بتروحي محمراها في زبده وزيت، وتروحي حاطاها على الوش. هتلاقي صينيه مقلوبه. او لو عايزه تعملي نفس الطريقه في حله صغيره او كبيره، دي اسهل حاجه. لو انت لسه مبتدئه دي اسهل حاجه ليك. انما انا هنا يعني ايه، دي طريقة، هم كلهم طرق حلوة.
بس يعني ايه، بتحاولي تعمليها بكذا طريقة، ما تبقى على حاجة معينة. كده انا سقيت اللبن اهوت على الدقيق. وتركاية بقى هنا البشاميل بتاعي ايه، بقلل الملح واحط معلقة سكر كبيرة. هتحطي معلقة سكر كبيرة في بشاميل اللحمة المفرومة. جربي، جربي بس قللي الملح. يعني ده كيلو لبن، حطي نص معلقة ملح صغيرة بس، ومعلقة سكر كبيرة، وكلي وادعيلي. مش ضروري بقى، ما عندكيش قشطة ما تحطيش، ما عندكيش كريمة لباني ما تحطيش، دي بالطريقة. بس اهم حاجة يكون اللبن دسم ويتقل معاكي كده، وهيبقى زي الفل. كده الفريك هناك اهو استوى، والبشاميل اهو بيتقل. وطلعنا الفراخ اهي، دي مع الغطا الاخضر يعني سكر. اهي السكر اهو انا بحطه. بص رشيت الملح قد ايه. تقلبي بقى لغايه ما السكر ايه يدوب. بس كده. كده انا خلاص بقى على التطبيق. هنا الحله، في قعرها شويه زيت. بص بقى الفراخ متحمره ازاي، هي كده واخده 3/4 سوا. هي غابت على النار عقبال ما خدت اللون ده لعلمك. يعني هي مش نية للدرجة، بس هي 3/4 سوا. الربع التاني هتاخده مع الرز ومية الرز. كده بقى البتنجان اهو اللي انا حمرته. كل ده هيترص تاني كده، بس ايه، ما بحبش اطول عليكم قدام الكاميرا. هرصه من الجنب كده. طبعا هو سخن على ايدي. والبطاطس اللي انا حمرتها هتبقى في النص. وزي ما قلت لك عايزاها بقى آه، صينية او حلة مقلوبة 100 100. بس بصراحة انا ما بصبرش، لان احنا بنحب ناكل الاكل سخن. متهيألي يعني معظمنا كده ما بتنزلش معانا صينية حلة المقلوبة دي بالمظبوط يعني. إلا لو هتسيبيها تبرد، هتسيبي الحلة تبرد فيها الرز والحاجة، البتنجان والحاجة فيها، هتهدى وهيروح قافش في بعضه. لما تيجي تقلبيها هتتقلب معاكي صح. انما احنا لما بنقلبها طبعا الاكل سخن، احنا يهمنا المضمون، مش عايزين الشكل. الا اذا لو جالنا ضيف يعني، بنحاول على قد ما نقدر يعني. كده انا حطيت الرز ده، رز عادي مش بسمتي ولا حاجه، ده الرز البلدي بتاعنا. لو حاطه كيلو بتشوفي بتعايري الرز قده ميه. ده كده بقى الشفشق بتاعي. حطيت معلقه سكر ومعلقه ملح، وحطيت بودره زعفران، وحطيت حبهان بودر، قرفه بودر، آه سنه قرنفل مطحون، شويه كزبره ناشفه. كل ده بتحطيه، وبتحطي معلقه سكر. بحط معلقه سكر. هحط طبق دلوقتي بقى. اهي البهارات اللي انا قلت لكم عليها كلها، قرفة وحبهان ولورا مطحونة، كزبرة مطحونة، مع الملح. انا حطيت الملح والسكر الاول. امسكه بقى اقلبه جامد. بص اللون بقى. هتقولي لي احنا بنعمله ببهارات الكبسة والكاري والكركم، براحتك. بس انا بصراحة يعني اللون ده اللي بيجيب معايا لون الرز ممتاز. وهتقولي لي بهارات الكبسة، هقولك ما انا حاطة هنا هو نفس بهارات الكبسة. اللوري البودرة، القرنفل او المسمار، في بعض البلدان بيسموه مسمار.
وانا عندي في القناة يعني حبايبي من السعودية، بحييهم وبشكرهم، وبشكر اي حد بيتفرج عليا وبيتابع الفيديوهات بتاعتي، وبقول له مشاهدتك ليا على دماغي من فوق. هنا بقى دي الصينية بتاعتي، المفروض ان هي كانت تيفال يعني، ربنا يسهل اشتري واحدة جديدة. بس يعني انا بطبيعتي ما بفرطش في حاجة إلا لما بجيب الجديد، فخليها صامدة معايا كده عشان انا معتزية بيها ان هي مربعة يعني، وما عنديش في طقم الألمونيا بتاعي صواني مربعة، فخليها بنت حلال ما اشتكتش معايا. كده بقى بطلع الجلاش. عايزة اقول لكم كانت طعم صينية الجلاش دي تحفة. بقيس طبعا هنا اهوت، وبشيل الزيادة بال مش بالسكينة، بالساطور. مش بعرف اشتغل غير بالساطور يا جماعة، والنبي ما تعيبوا عليا. يعني الساطور ده انا متجوزة بيه يعني، ليه حاجة وعشرين سنة، وخفيف على ايدي مش تقيل. انا ما اعرفش، انا كنت مرة بتفرج زمان على الجماعة الهنود اللي هم مش الهنود، اللي هم الصينيين دول، كنت بشوفهم بيقطعوا الطرنشات وبيقطعوا الاكل بسرعة من ساعتها وهي بقت تقليعة عندي. انا مش هشتغل غير بالساطور. وسبحان الله ما بعرفش بمسك السكينة وكل حاجة، بس لو تقولي السكينة ولا الساطور ده اقولك الساطور. كده انا دهنت الصينية من تحت الاول زيت وسمنة، وبمشي بقى ايه بسيط كده، عشان يعني الجلاش لو سقيته سمنة او زيت كتير وانتي بتقطميها كده يعني طعمها بيجزع، فالمعقول حلو. وهنا الزيادات اللي انا شلتها طبعا انا بحطها في النص ما بتبانش. افرد بقى فيها كده، وطبقتين بحط لهم زيت وسمنة بالفرشة، وطبقتين لا، طبقتين وطبقتين لا. والطبقة اللي انا هحط عليها اللحمة المفرومة ما بحطش عليها دهون، ما بحطش عليها الزيت والسمنة، بستكفى يعني بالزيت وبالسمنة اللي في قلب اللحمة المفرومة. ايوه كده خلاص بقى ايه، بشوف كده بقى اللي باقي قد ايه، عشان تبقى يعني نص الجلاش تحت، والنص التاني بعد ما بحط اللحمة المفرومة. فانا بقدر بمسك الجلاش في ايدي، او في طريقة تانية ان انتي بتقسمي الجلاش من النص، بس انا يعني ايه، مش عارفة، بحب اصعب الحاجة على نفسي شوية. وانتي طبعا هتلاقيكي بتعمليه احسن مني. مش عارفة اول مرة اجيب ورقة جلاش بالطريقة دي، كان معظمها مكلكع ومعظمها فيها، تحس ان هي مع انها في كيس بلاستيك، بس تحس ان يعني الراجل عباها وهي سخنة عرقت على بعضيها ولا ايه مش عارفة، انما هي كان طعمها حلو بصراحة. كده خلاص دي متهيألي كده اخر ورقة، وابتدي بقى احط اللحمة المفرومة. خلاص كده اهوت، ابتدي بقى احط اللحمة المفرومة، شلتها
من ايد عيالي هناك كده اول ما شلتها من على البوتاجاز، عشان دي تقول لك انا عايزه ادوقها، وده يقول لك بس هدوقها، بس هي عايزه ملح ولا. فبشيل بقى. عايزه صينيه الجلاش لما تيجي تمسكيها كده وانت بتقطعيها ما تهردلش منك، او تحسي ان اللحمه المفرومه بتقع وانت بتمسكي الحته. هوريكي دلوقتي انا بعمل ايه. بفرد كده اللحمه المفرومه وتدوسي عليها بقى، تدوسي تحاولي ان انت تدوسي على اللحمه المفرومه بايدك او بالمعلقه، علشان خاطر ايه، تمسك في بعضيها. الخطوه دي صدقيني مش اي كلام كده، لا فعلا. انا ما بعملش غير بالطريقه دي، اللحمه المفرومه ما بتفرطش منه. اهي بص انا عماله ادوس ازاي. ارص بقى النص التاني بتاع ورقه الجلاش. طبقتي من هناك، الورقه اللي بعديها تطبقيها من الناحيه دي. خلي في تساوي دايما في الورق وانتي بتحطيه. بصوا دي بقى اللي هي ايه، بتكون تحسيها ان هي مندية مية كده. والله انا لو حسيتها ان هي عجين برميها، ما فيهاش حتة العجين دي، بخليها زي ما هي. دي بقى كده ايه، على خفيف بقى. الطبقتين دايما اللي هما بيبقوا بعد اللحمة المفرومة اما بتحطيها، بتحاولي تقللي الدسم شوية. انا طبقت المرة اللي فاتت من هناك، اطبق من الناحية دي الحتة الزيادة. جاية تمشي معايا مظبوط المرة دي. انما في اول الصينية دوختني ورق الجلاش ده عقبال ما اتفرد. بس يعني احنا ايه، آه ستات شاطرين يعني، وبنعرف نمشي امورنا بالحاجة اللي قدامنا. كده خلاص، دي بقى اخر ورقة. الحمد لله. عايزة اقول لكم ان انا يعني انا بحب اطبخ، بحب اعمل الاكل. علشان ايه؟ اوام يعني ايدي سريعة فيه. انما الحلويات العادية بقى اللي انت بتعرفي تعمليها واي حد بيعرف يعملها. انما الحاجة اللي فيها مقدار وبالجرام وبالسنتي ما تلاقينيش، ما فيش صبر عندي. وما فيش صبر عندي اصبر حاجة تخمر، الحاجة تاخد كام دقيقة تستوي. لا، ما انا بحب اطبخ. يعني لو وقفتيني في المطبخ ده 24 ساعة وتقولي لي اقف اطبخ، اقول لك حبيبي يعني، ما بزهقش منه. انما الحلويات العادية، قرع عسل، بطاطا بالبشاميل، كيكة، بسبوسة، كنافة، قطايف. العصاير برضو ليا في العصاير حلو قوي. اللهم صل على النبي، ايه تاني؟ مهلبية، رز بلبن، اللي يعني اي واحدة بتعرف تعمل. انما التورت والحاجات اللي هي الكبيرة دي ما بعرفش بصراحة. كده بقى بقطعها ودخلها بقى الفرن. لو انت عندك الفرن بمروحة، حطيها على الشبكة بتاعة الفرن، وشغلي الفرن من تحت والمروحة. ما عندكيش، شغلي من تحت بس،
ولما تحمر كده ويبقى لونها حلو من تحت تشغلي الشوايه كده. برضه اهو السطور ورايا ورايا برضه ايه بقطع بيه، وممكن بطلع بيه حتة الجلاش وحتة البشاميل، يعني بستخدم استخدام كتير بصراحة. كده بقى اهو جينا للطاجن قنبلة بصراحة. وعايزة اقولك ان هو بيتحط له موتزاريلا، بس يعني عشان ابسط الدنيا عليه وطعمه تحفة برضه. بالموتزاريلا بتزودي له غناوة اكتر، يبقى غني كده وكريمي اكتر. وبالبشاميل لوحده برضه كده تحفة. امشيها واحدة واحدة، ما تكلفيش كتير الاول كده، ودوقي كده بالطريقة دي. كده بقى انا مسوياه سوا كامل. بقسمه بقى في طاجنين كده سخن، كل حاجة سخنة. والله احنا بنخلص الاكل من هنا انتوا، يعني انا بقوم اعمل الاكل خلاص، احنا ده ميعاد الاكل بتاعنا. حط بقى كده معلقتين بشاميل جوه الفريك، بقلبهم فيه كده. ودي اللحمة المفرومة. وفي طريقة تاني برضو ليه من غير اللحمة المفرومة، بالكفتة. بتعملي عجينة الكفتة وتكوريها صغير، بعد ما تقلبي كده الفريك بالبشاميل، تروحي مبططاه، وتروحي عاملة طريقة الكفتة العادية اللي احنا بنعملها بتاعة الحاتي دي، كور صغيرة قوي، وتروحي رصاها فوق الفريك اللي بالبشاميل ده. وبعد كده تحطي طبقة البشاميل، وبعد كده تحطي موتزاريلا على الوش. يا نهار ابيض، كفاية جنبه شوية شيبسي بس. ده التاني اهوت برضو. تساوي بقى الوش كده، عشان ايه لما تحطي طبقة البشاميل ما تنزلش من الجناب. انا دخلت البشاميل جوه الفريك علشان يبقى مطعم ويبقى ماسك نفسه برضو لما يستوي. افردي بقى كده البشاميل الكريمي ده، كريمي تحفة. كيلو لبن، ومن 4 ل5 معالق دقيق، بتقلبيهم الأول في زيت وسمنة، ولو عايزاها تبقى غنية أكتر بزبدة، تلاقيها بتمط معاكي كده البشاميل لوحديها. وبعد كده تنزلي بقى باللبن حبة حبة كده. حطي معلقة السكر الكبيرة، جربي زي ما بقولك كده، معلقة سكر كبيرة وحبة ملح صغيرين كده. بقى البضاية دي هي كبيرة، قلت اما استغلها بقى، عشان الطواجن دي مش هتحمر كده لوحديها، هتاخد لون وكل حاجة، بس هتحطيها تحت الشواية هتغيب، وهتبقى كده مش ماسكة نفسيها. فانا بصراحة كنت بحط لها موتزاريلا، قلت لا مش هصعب الدنيا عليكم، واوريها لكم الاول من غير موتزاريلا. ده اللبن والبيض اللي المفروض احطه لصينية البشاميل. الجلاش. الجلاش دلوقتي قاعد له في الفرن من حوالي 5 دقايق 7 دقايق كده، قبل ما احط اللبن والبيض ده، وسنة فلفل اسود، وسنة ملح. فخدت منهم معلقتين كده، قلت ايه عشان يحمروا وش الطواجن، بدل الموتزاريلا، عشان الطاجن من على الوش ياخد لون. والباقي ده بقى انا هحطه فين؟ زودت عليه شوية لبن تاني اهو، عشان ايه ما بقاش قصرت مع صينية الجلاش. وبرضو لو عايزة تسقوا الجلاش ما عندكيش لبن وبيض، عندك كوباية شوربة، حطي، مش هتقول لا.
كده اهو. بقى انا حطيت اللبن والبيض اهو على صينية الجلاش بعد ما قعدت 5-7 دقايق كده. والمقلوبة اهيت، اللي مش عارفين بقى هي هتتقلب معانا ولا هتهدل، احنا مش هتفرق. كده انا بسوي الوش بقى بتاعها. وزي ما قلت لك، انا لو كبستها كده وسبتها تهدى خالص وقلبتها في صينيه كبيره ان شاء الله هتنزل مظبوط. بس انا بقول لك احنا ما صبرناش، قلبناها وهي سخنه. بص بقى الطاجن تحفه كده عشان الفيديو حتى جربيه بقى يعني ايه، كومنت منك حلو كده وقولي لي طعمه ايه. المقلوبه هي بقى والفراخ، بص انا فضلت وراها تتحمر علشان تطلع باللون ده. جميله. والبطاطس دايبه والفراخ دايبه والبتنجان مع التوابل بقى اللي حطيتيها. وهنا صينيه الجلاش روعه. ايه يا رودي؟ وريحتها جميله. لا. ما تنسينيش بقى في اللايك وتشتركي في